بونسوار لي كيف صافا راكم ملاح شوية زهرة توحشتكم كالعادة نحاول نجيب لكم ديما هكذا نطلع لكم فيديو. حبيت نقول لكم نشكركم كامل على المتابعة ديالكم واللي راهم دايرين ابوني على اليوتيوب وتعليقاتكم هذوك شابين ميرسي بوكو. اليوم كالعادة كاين فيديو جديد ديما نحاول نجيب لكم الطبق تاع اليوم. كيما شتو اليوم درنا شطيحة بطاطا راح نعطيكم هكذا على السريع. اول حاجه درنا لي مغسو هكا صغار. اهم حاجه شطيحة بطاطا لازم تكون الدرسه هذيك تكون روعه، يعني تشدوا البصل والطماطم والثوم تكتروا نديروهم في الميكسور هكا باش لاصوص هذيك تجيكم ثقيله وبنينه. بالنسبه شوفوا هنا هذيك لاصوص شحال راهي تبان ثقيله وبنينه، هذه هي الصلصه اللي راح تخلي هذيك البطاطا شطيحة بطاطا تجيكم بزاف بنينه. هذه هي. اما بالنسبه للتوابل انا واش استعملت هنا، استعملت فلفل كحل واستعملت اللي هو فلفل اسود هذه هي واستعملت الكمون تانيك عندنا هنايا هذه صلصه عفوا سلطه تاع الالوصه حنديروها ومامتو راح نديرو لها لاصوص تانيك يسقيو بها اللي يحبوا يسقيو. هنايا كيما راكم تشوفوا انا بالنسبه لهذيك هذيك راهي انا كنت نبريباري فيها اللي راح نديرو فيها لاصوص وشتيت حبه بطاطا هذيك وراهي واجده. هذه هي بالنسبة هنايا درت هذه لاصوص تاع الجلبانة اللي راح نديروها تسقية لهذيك لهذاك الأرز. تانيك درت دجاج كمون البصل راح يوه ديما الثوم راح ندلها هذيك البنة. راح نديروها صوص بيضة اللي راح نسقي بها الأرز. هذا هو النهار تاع اليوم اللي ديما ما صورت لكمش يعني بزاف كانت عندي شوية هكذا هاكو شوفوا ديجا هاني مع اتاي هاني نحاول ديما نطلع لكم بحاجة هكذا حاجة خفيفة إن شاء الله. هاي لك راهي النتيجة النهائية جات بزاف بنينة. نهار شاب لكم في الآخر انتظروا زهرة جديد على اليوتيوب. إلى اللقاء.